نقد نظرية الكسب الأشعري. نظرية الكسب في الفكر الأشعري، رغم أهميتها، تعرضت لعدة انتقادات من قبل بعض الفلاسفة والفرق الإسلامية الأخرى. فيما يلي أبرز النقاط التي تم توجيهها كنقد لهذه النظرية: 1. غموض مفهوم الكسب. تعارض بين الكسب والإرادة. ينتقد البعض أن مفهوم الكسب يبدو غامضاً في كيفية تحقيق التوازن بين قدرة الله المطلقة وحرية الإرادة الإنسانية. فقد يطرح تساؤلات حول كيفية إدراك الفعل ككسب مع وجود إرادة الله التي تخلق كل شيء. 2. إشكالية الجبر والاختيار. أين تقع حرية الإرادة؟ يشير النقاد إلى أنه إذا كانت الأفعال تعتبر كسباً من الإنسان، ولكنها في النهاية مقدرة من الله، فإن ذلك يثير إشكالية حول مدى حرية الإنسان في اختياراته. إذا كانت كل أفعاله تحسب ككسب، فهل هو حقاً مختار أم أن خياراته محكومة بإرادة الله؟ 3. فقدان المسؤولية. المسؤولية الفردية. بعض النقاد يرون أن اعتماد فكرة الكسب قد يؤثر سلباً على مفهوم المسؤولية الفردية، حيث قد ينظر إلى الأفعال كأنها مجرد استجابة لقدرة معطاة من الله، مما قد يقلل من أهمية الإرادة الحرة. 4. الاعتماد على القوة الخارجية. عدم الاستقلالية. قد يرى البعض أن الاعتماد على قدرة الله في كل فعل يفقد الإنسان استقلاليته. إذا كانت كل أفعاله تعتبر نتيجة لقدرة الله، فقد يفهم أن الإنسان ليس له دور حقيقي في اختياراته، مما يؤدي إلى انعدام الحرية. 5. التحجيم في نظرية العدل الإلهي. التحدي للعدل الإلهي. يتساءل النقاد حول كيف يمكن أن يعاقب الله إنساناً على كسبه إذا كان هذا الكسب مستنداً بالكامل إلى قدرة معطاة من الله. وهذا قد يتعارض مع مفهوم العدل الذي يعتبر أساساً للعبادة. 6. فلسفة الفلاسفة. نقد الفلاسفة. بعض الفلاسفة، مثل ابن سينا، انتقدوا مفهوم الكسب باعتباره نوعاً من التناقض، حيث اعتبروا أن كل فعل لا بد أن يكون ناتجاً عن سبب حقيقي، وليس مجرد كسب أو فعل حر، مما يبرز إشكاليات فلسفية حول حرية الإرادة. خلاصة: نظرية الكسب في الفكر الأشعري، رغم كونها تعبر عن مسعى لتحقيق التوازن بين القدر والإرادة الحرة، تعرضت لانتقادات تتعلق بالغموض في مفهومها، وفقدان المسؤولية الفردية، والتحجيم في العدل الإلهي. هذه الانتقادات تفتح المجال لنقاشات أعمق حول طبيعة الإرادة البشرية وعلاقتها بالإرادة الإلهية. مع تحيات الأستاذ لطفي إتلتلي.